السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بخير. والناس اللي بيشوف قناتي لأول مرة اشتركوا يا جماعة، هتستفيدوا كتير. معاكم بحاول أقدم لكم الأكلات اللي يعني ما بنقدرش نستغنى عن طريقة معينة في تسويتها أو شكل معين عشان ناكلها. وفي نفس الوقت عايزة إن هي تكون صحية وما تزيدش يعني الأعراض المرض عليكم. يعني أنا كنت قدمت قبل كده سمك مقلي كيتو. المرة دي هقدم لكم سمك مقلي مشوي كيتو. بمعنى إنه الطريقة اللي أنا هعملها هتكون مشوي وفي نفس الوقت مقلي. هي أنا لما جربتها طلعت السمكة كأنها مشوية، طلعت السمكة يعني كأنها مقلية، شكلها مقلي وفي نفس الوقت هي الطريقة شوي. السمك اهو، سمك البلطي الجميل بتاعنا اللي احنا مشهورين بيه المصريين. ده سمك أسواني. طبعا بيتنضف في المحل، وانا غسلته وحطيت له التتبيلة. وطبعا الطبق ده اهو، ده صيني او خزف. وبنجيب الزيت بقى، زيت الزيتون او زيت جوز الهند، وبنرشه على السمكية. خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعة، وهو سمك جوز الهند. هو طبعا احنا لسه في الشتاء، فمتجمد زي السمنة. بجيبه ان انا بحطه على السمكية من فوق كده. ده جزء كبير كافي ان هو يبقى يغطي السمكية كلها. بسخن الطريقة بقى ازاي، بسخن الفرنة. بفتح الشواية من فوق واسخن الفرنة لمدة 5 دقايق. وبعدين بحط الصينية كده زي ما هي تحت الشواية، واكون مقرباها شوية مش قوي عشان ما تتحرقش مني. حوالي 10 دقايق، وبعدين بلاقي السمكة بتتحمر من فوق الوش. 10 أو 17 دقيقة عفوا 10 أو ربع ساعة، 10 دقايق وربع ساعة. وبعدين أول ما بلاقيها اتحمرت من فوق الوش، بقوم مقلباها على الجنب التاني. لو لقيت الزيت يعني غطى السمكة ونزل تحت السمكة، اوكي، يبقى كده في كمية زيت كويسة اقلبها. لو انا بقى عايزة ازود كمية الزيت، اول ما بقلب السمكة بحط زيت جوز الهند، وممكن زيت الزيتون. الفكرة في الطريقة دي يا جماعة، انه السمكة تكون متصفية كويس من المية بعد ما تتبل. طبعا عادة التتبيلة بيبقى فيها جزء من المية كده عشان يعني تتوغل في السمكة كلها، ونحس ان هي ايه شربت التتبيلة. يعني بعد كده بصفيها، وبصفيها زي ما انتم شايفين كده في الطبق اهو. مفيش مية، مفيش مية. الطريقة دي يا جماعة هتخليها اللي هي تبقى متماسكة، السمكية متماسكة، مشوي وفي نفس الوقت انا ما حطيتش رد اهو. يعني بحاول ان انا اقتصاديا بتبقى حاجة كويسة، صحيا بتبقى صح. انه انا في المقلي التاني المكرونة، سمك المكرونة اللي انا عملته، انه السمكية بتبقى ملفوفة بالردة. وما ينفعش معاها الطريقة دي. يعني من الاخر ما ينفعش معاها الطريقة دي، السمكية صغيرة وهتتهري ومش هتمسك نفسها. فطريقة القلي هي اللي هتمشي معاها. انا بحاول يعني بنحاول يا جماعه ايه، نوظف احجام السمك، او اوظف الموقف اللي انا فيه لصالح صحتي. يعني السمك المكرونه او السمك الصغير عموما ما ينفعش معاه الطريقه دي، لانه هتلاقي السمكيه مش ماسكه نفسها، لازم تتلف بحاجه. فانا لفيتها المره اللي فاتت بالرده الناعمه جدا. المره دي السمكيه ما شاء الله ماسكه نفسها. فهنحاول يعني عشان كده بنخش بقى في الطريقة الصحية الأكتر. يعني دي صحية أكتر من المقلية التانية. أولا لأن هي مشوية، ثانيا لأن ما يعني ما خدتش اقتصاديا، ما خدتش زيت كتير. وصحيا كمان كويسة لأنه ما تعرضتش للحرارة اللي هو إيه الزيت تم غليه يعني، أو اللي هو إيه تم إحمائه يعني. ان شاء الله انا هعملها زي ما قلت لكم. الشرط ان يكون الطبق ناشف، والسمكيه بعد ما تتبل تكون متصفيه من الميه كويس. وبسخن الفرن لمده 5 دقايق، وبفتح الشوايه من فوق مش من تحت. بسخن الفرن لمده 5 دقايق، وبيكون الرف قريب من الشوايه ولكن مش قريب قوي. يعني في حوالي 10 سنتي بعيد عن بين الشوايه وبين الطبق.
حسب الفرنه بتاعتك يعني. وبعدين بعد ما بسيب الفرنه تسخن 5 دقايق بحط الطبق وبقفل. استني ربع ساعة وبعدين اقوم مقلبة السمكية بالراحة بالماسك على الناحية التانية. كل ما كانت السمكية متصفية من المية وكل ما كانت الفرنة متسخنة كويس، بتلاقوا السمكية طالعة ماسكة نفسها. هعمل السمكية يعني هعمل السمكة عشان عمال اقول السمكية. طبعا انتوا اللي انتوا عايزين تعملوا بقى 5 سمكات 6 سمكات، ممكن تعملوا في اللي هو القالب الكبير ده، اللي هو الصاج الكبير. هو في صاج بيبقى مع الفرنة، في صاج بيبقى جاي اوريدي مع البوتاجاز، بيكون ابيض كبير كده. ممكن لو انتوا عيلة بتحطي 5 سمكات او 3 هتلاقيها يعني ان شاء الله هتيجي معاكم يعني. هعمل السمكية هشويها واقليها في نفس الوقت وهرجع لكم، خليكم معايا. رجعت لكم يا جماعة اهو. دي مرحلة من مراحل السوا، يعني ده الوش الاولاني اهو. انا طبعا يعني معلش دلوقتي اثناء التصوير مش لاقي الماسك، فاهو حطيت المغرفة مع شوكة وهبتدي اقلبها اهو. السمكة سليمة وزي الفل اهي. بالراحة كده بخلع اذا كان في جزء لازق، وبعدين ببتدي اقلبه كده اهو من غير ما احرق ايدي ولا اي حاجة. هكمل السوا وارجع لكم تاني اوريكم الشكل النهائي، خليكم معايا. رجعت لكم تاني يا جماعة اهو. السمك بعد الحمد لله ما استوى، واللي عايز يزود يعني في السوا يزود. لو تلاحظوا كده هو في جزء مية بسيط. دي طبعا نتيجة ان السمكة بيكون جواها مية يعني اهو. بس انا بمسك بيه اهو، شايفين في سائل بسيط اهو. طبعا كل ما تصفوا السمكة كويس يبقى مش هيبقى السائل ده هو لا حاطة ردة ولا حاطة دقيق. والسمكة طالعة محمرة قدامكم اهي وسليمة. هرفعه لكم كمان اهو يا جماعة، يا رب يكون واضح لكم اهو. انتوا بقى بتظبطوا الطبق، يعني تشدوا الطبق يمين تشدوا الطبق شمال عشان اللون الذهبي ده يتاخد على يعني يبقى على كل السمك. يا رب الطريقة تعجبكم. انا مش حبا في ان انا اقعد اطول في الموضوع، ولكن انا بحاول اخلي لكم الموضوع حسب يعني ايه. السمك رفيع يبقى نقليه بالطريقة اللي انا قلتها في الفيديو السابق. السمك كبير يبقى نقلل الدهون اللي بستخدمها ويتعمل بطريقة اصح، لان برضو الآلية عموما مش حلوة. ولو انها بطريقه بالزيوت الصحيه بتبقى نوعا ما السيف يعني الاثار الجانبيه بتاعتها منخفضه جدا طبعا عن ان احنا بنقليها بالطريقه التقليديه، ان انا بغرق او بلف السمكه بالدقيق وبعدين بقليها في زيت اللي هو ايه محمي قوي، زيت مغلي قوي قوي، اللي هو الطريقه اللي احنا متعودين عليها عشان السمكه تطلع مقرمشه. ده بيكون غير صحي. فالطريقه المره اللي فاتت انا قلت لكم ما بسخنش الزيت قوي، يعني بيتحمي لكن مش لدرجه ان انا اسيبه فتره كبيره. اولا عشان الزيت ما يتحرقش، لانه زيت مش بيستحمل الحرارة قوي زي الزيت التاني العادي. عشان صحي. وبقلي السمك اللي هو رفيع. لكن السمك طالما كبير زي كده البلطي كده زي ما هو باين قدامكم كده، يبقى انا اضرب عصفورين بحجر. عصفور ان هو السمك اتعمل بطريقة صحية، ده يعتبر مقلي ومشوي. مقلي ومشوي في نفس الوقت. والعصفور التاني ان انا ما استهلكتش كمية زيت كتير. هتعجبكم الطريقة جدا والطعم هيبقى حلو قوي. وفي ملحوظة هتلاقوا السمكة بتبقى طرية من جوه، فالفاقد فيها بيبقى قليل. في ناس بتحب تاكل جلد السمك، انا من الناس اللي بحب اكل جلد السمك. يعني ايه، عايزه اقول لكم ان هو اقتصاديا هيبقى الموضوع حلو. طبعا مش باكل الشوك. انا بس ايه، يعني في ناس بتحب تاكل جلد السمك، فطبعا انك تاكليه بكميه دقيق صحيا مش حلو. انك تاكليه وهو مشوي اللي احنا بنجيبه من بره. السمكيه بتبقى عباره عن شكلها فحم لونها اسود خالص، فانك تاكلي السواد ده بيسبب امراض مش كويسه يعني.
فده هتاكلوا السمكية كلها، هتاكلي بالطريقة اللي انت عايزاها، مش هترمي حاجة انت بتحبيها. هتبقى صحية جدا والطعم حلو قوي. جربوا يا جماعة واكتبوا لي في التعليقات. بكرر تاني، اللي بيشوف يا ريت اللي يوصلوا الفيديو يا جماعة يشترك في القناة. و... وانا تحت امركم في اي استفسار، وان شاء الله تستفيدوا معايا، وتكتبوا لي في التعليقات رايكم، ده هيخلينا نطور، وهجاوب لكم على اي سؤال. اعملوا الطريقه وبالهنا والشفا، وكل عام وانتم بخير. رمضان على الابواب، ويا رب الطرق اللي انا بقدمها لكم دي ان شاء الله تفيدكم في رمضان. السلام عليكم.